ازاي بنطعن على حكم او نص قانوني قدام المحكمة الدستورية العليا؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع حضراتكم عن المحكمة الدستورية العليا وقلنا انها الجهة الوحيدة اللي في مصر من حقها تقول النص ده دستوري او غير دستوري. لكن جينا بقى لسؤال مهم كتير من حضراتكم طلبوا منا الاجابة عنه، واحنا فضلنا عمل المحتوى ده على جزئين، وده الجزء الثاني عشان يستفيد الجميع. والسؤال ده كان بيقول لو في نص قانوني غير دستوري ازاي بيتم الطعن عليه، وايه طريقة الطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا؟ بكل بساطة ومن غير اي تعقيد في طريقتين حددهم القانون يوصل بيهم الطعن بعدم الدستورية على نص أو قانون للمحكمة الدستورية العليا علشان تفصل فيه، وده منصوص عليه بوضوح في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. الطريقة الأولى وهي الإحالة من المحكمة نفسها، يعني لو في دعوة في المحكمة والقاضي شاف إن في نص قانوني بيتطبق في القضية وممكن يكون بيخالف الدستور، من حق المحكمة هنا من غير ما أي حد يطلب إنها تحيل النص ده للمحكمة الدستورية العليا، وساعتها المحكمة اللي أحالت النص الدستوري ده للمحكمة الدستورية العليا بتوقف نظر الدعوة الأصلية لحد ما المحكمة الدستورية تقول كلمتها. الطريقة الثانية وهي الدفع بعدم الدستورية من أحد الخصوم. أثناء نظر أي قضية ممكن أي حد من الخصوم يقول للمحكمة أنا بدفع بعدم دستورية النص ده لأنه بيخالف الدستور، والمحكمة هنا لو شايفة أن الدفع جدي ومبني على أسس قانونية قوية بتصرح ليه أنه يرفع دعوة دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ويجب رفع الدعوة أمام المحكمة الدستورية العليا في خلال 90 يوم من تاريخ التصريح ليه بذلك من المحكمة. ولو الميعاد ده عدى من غير ما الدعوة تترفع، الدفع هنا بيعتبر كأنه ما حصلش. وبكده نوصل للخلاصة أو مختصر كل ما ذكرناه، وهو إن ما ينفعش أي حد يروح كده مباشرة يطعن بعدم دستورية قانون أو نص قانوني، لازم يكون في قضية أصلا مرفوعة قدام محكمة الموضوع والطعن يتم من خلالها، إما بدفع من الخصم أو إحالة من القاضي. وده مش تعيد ولا شيء في الإجراءات، ده بس حفاظا على جدية الطعون عشان المحكمة الدستورية تفضل جهة رفيعة المستوى، مش كل يوم تغرق في طعون شكلية أو عشوائية من كل الناس. وفي الختام زي ما قلت قبل كده لحضراتكم، أنا مش طالع أقول لحضراتكم إني أعلم شخص على وجه الأرض، بالعكس أنا بجتهد وببحث وبراجع وبذاكر، وهدفي إن أوصل معلومة محترمة وتفيد أي إنسان عادي بيسمعني. وكل مرة بشتغل على فيديو زي ده بتعلم أكتر، ولو شايفين إن في معلومة ناقصة أنا قدمتها أو نقطة محتاجة توضيح، أو حتى عندكم رأي قانوني في أي معلومة أنا قدمتها في الفيديو، اكتبوا لي في التعليقات، لأننا بنتعلم من بعض مش بنتعالى على بعض. وأسأل المولى إن البلد دي تفضل دايما في أمان، وإننا نستخدم القانون مش كوسيلة صراع لكن كأداة للفهم والعدل والحماية، وفي أمان الله.